ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. ان شاء الله نرجع نعمل فيديوهات تاني مع بعض وتعجبكم. النهاردة عملنا القرص البيتي، حلوة جدا، مكونات بسيطة، هشة وطرية كده وحلوة قوي قوي، احلى كمان ما بنعجبها من بره. بصوا شكلها عامل ازاي، بصراحة جميلة جدا جدا. هنعملها مع بعض النهاردة، ان شاء الله تعجبكم بقى مع كوباية شاي بلبن لولادكم. لو رايحين بيها المدرسة، طريقتها سهلة جدا جدا ومبتاخدش عجن كتير خالص، فبإذن الله الطريقة تعجبكم وتطبقوها كمان. هنقول بقى المقادير مع بعض، لان انا للأسف وانا بصور الكاميرا ما كانتش بتصور في الاول خالص. تمام. الكمية ديت يعني تقريبا دي نصها. انا عاملة 2 كيلو دقيق، وجايبة كيس لبن اللي هو اللبن العادي اللي من بره دوت، ومع كوباية مية، حط عليها 3 4 معالق سكر، وكيسين خميرة. تمام كده. وكمان معلقتين من السمنة، تكون مقدوحة شوية، وكوباية من الزيت. تمام كده. هنزل بالمية اللي عليها الخميرة والسكر على الدقيق، اعجنهم، وانزل بالزبدة، وانزل كمان بالزيت. وكان عندي شوية قشطة انا حطاهم في الفريزر، طلعتهم لحد ما فكت خالص، وكمان حطيتهم على العجين. بصي ما شاء الله العجينة، اللهم بارك، حلوة جدا وهشة. بعد ما اتخمرت ما شاء الله، عجينة قطنية تحفة. العجينة معاكي بتكون طرية قوي، ولكن ما بتلزقش، زي ما انتوا شايفين كده، طرية وما بتلزقش. انا بس بطلع الهوا كده من الخميرة، وهبتدي نشتغل بقى كده مع بعض، ونشوف احنا عملنا ايه، واحدة واحدة. ما خدتش شغل تقريبا خالص، انا بس سبتها تتخمر لمدة ساعتين، لان احنا دلوقتي في البرد. وبعد كده باخد حتة حتة، بعملها كورة زي ما انتوا شايفين، كورة ما تبقاش كبيرة ولا تبقى صغيرة، زي ما انتوا شايفين الحجم اهو. بلفها كده قدامي على الترابيزة كده، وبسيبها بعد كده ترتاح شوية. تمام. بكورها كده، بدخل كده العجينة جوه بعضها زي ما انتوا شايفين، وبعد كده ببتدي احطها على الترابيزة والفها علشان تبقى الكورة يعني مظبوطة. بعمل الموضوع ده كله واسيب العجين يرتاح شوية، يعني 10 دقايق ربع ساعة. بعد ما العجين بتاعي بيرتاح زي ما انتوا شايفين اهو، بعد ما هيرتاح هبتدي اخد واحدة واحدة، وابتدي يعني من اول واحدة انا عملتها خالص. تمام. واخدها في الصاج بتاعي، وهفردها بالطريقة دي. انا مش عايزة العجينة يبقى سمكها رفيع، عايزة سمكها يكون متوسط، علشان تبقى يعني تخينة، مش عايزاها رقيقة عشان ما تتحرقش مني في الفرن. انا هبطط بقى العجين كده، يعني هاخد واحدة واحدة وهرصهم جنب بعض. تمام. زي ما انتوا شايفين اهو، هفرد كده واحدة واحدة، وبعد ما افردهم هسيب الصاج يتخمر. يعني احنا بنخمر العجين ده مرتين. اول ما بعجن العجين بسيبه يتخمر، بعد كده بطلع الهواء منه، وبعد كده اعمل كور صغيرة واسيبها ترتاح، بعد كده افرده بالطريقة ديت، وبعد كده اسيبه يتخمر تاني. يعني العجين عندي بيتخمر مرتين، وبسيبه يرتاح مرة واحدة. كل ما بتسيب العجين يتخمر بيديك النتيجة افضل ونتيجة حلوة جدا. تمام. هسيب بقى الصاج بتاعي يتخمر، بعد ما يعني هعمله كله، وهرجع لكم تاني علشان تشوفوه بعد التخمير. ما شاء الله طلع كمية حلوة جدا، اللهم بارك. هينفعك حلوة قوي، احنا في جو اهو داخل الشتاء، كوباية شاي بلبن معاها قرصة لولادنا، بدل ما نشتري من بره من الافران، لا احنا نعمل الحاجة في البيت افضل. كل حاجة دلوقتي بقت بره غالية، لما نجيب الدقيق ونعمله احنا في البيت هيكون افضل كتير طبعا.
هنا عندي العجينة اهو بعد ما خلصت الصاج بتاعي. لازم تجربوا الطريقة دي وتقولوا لي في التعليقات ايه رأيكم. بصوا ما شاء الله اهو بعد التخمير، ما شاء الله اللهم بارك يعني. تنسوش بقى اللايك الحلو وكومنت منك حلو وتقولي لي ايه رأيك في القرص بتاعتنا. ان شاء الله هنعمل فيديوهات تاني مع بعض، وان شاء الله نرجع تاني نشتغل على القناة. هندخلها بقى الفرن. بصوا ما شاء الله هي مبتاخدش وقت في الفرن يعني، تقريبا من 10 دقايق ل 12 دقيقة 13 دقيقة بالكتير قوي، ما بتكترش اكتر من كده. ادي القرص بتاعتي هي كمان بعد ما طلعت من الفرن ما شاء الله تحفة. انا بقى بطلعها احطها مثلا في طبق بلاستيك واغطي عليه. ليه؟ علشان تفضل طرية وتبقى جميلة. ما شاء الله اللهم بارك. حلوة جدا. عجبت الولاد جدا جدا. ان شاء الله تطبقيها. طريقة سهلة جدا جدا. عايزة تجربي في كيلو دقيق، هاتي كيلو دقيق وجربيه. كيلو دقيق ب15 جنيه، هيطلع معاكي ما شاء الله كمية حلوة. سمنة عادية من البيت، بزيت عادي من البيت، زيت تومين كمان لو حابة. ما شاء الله. اهم حاجة بقى متنسيش اللايك الحلو بتاعك، ولو لسه ما اشتركتيش في القناة يا ريت تشتركي في القناة وكمان تفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. كومنت حلو منك بقى تقولي لي ايه رأيك في القرص بتاعتي. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، وما تنسيش اللايك. اللايك بيرفع الفيديو، ادعموني بيه، مش طالبة منكم اكتر من كده. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.